بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء بدي أشكركم شكر كبير، يعني أنتم ما شاء الله عليكم مو مقصرين من بداية الموسم، وأنتم سند للفريق وسند للجماهير، وعم تكونوا في قلب الحدث دائما. فمو غريب عليكم هذا الشيء، أنتم أهله يعني. وصراحة يعني أنا عندي التكريم هذا له وقع كبير في قلبي، لأنه صراحة عملكم جبار، وإن شاء الله نحن نكون على قدر المسؤولية، وإن شاء الله نكون فرحناكم، يعني إن كان في السنوات الأخيرة ولا من قبل، يعني وإن شاء الله نكون أدينا هذا واجبنا، يعني إن شاء الله نكون أدينا واجبنا مع جماهير النادي العربي ومع النادي العربي، وأتمنى لكم إن شاء الله التوفيق ومزيد من النجاح إن شاء الله. طبعا أول شيء أهني الكابتن فراس الخطيب على هذه الاحتفالية، يعني يستحقها الحقيقة. وأنا شخصيا يعني أعتبره من نجوم أسمي العرب، ومن النجوم يعني اللي أثروا الكرة الكويتية خلال السنوات اللي قضاها الآن بالكويت. وما في شك كان من اللاعبين المتميزين، سواء تلعب بالعربي أو في نادي القادسية. والأهم من هذا كل الحقيقة الأخلاق العالية، وهذا يعني مهمة جدا إن نجم أن يكون يتمتع بأخلاق في الملعب، وهذه تضيف له نجومية بالإضافة إلى الجانب الفني. واعتقد من اللاعبين أيضا اللي محبوبين على مستوى الكويت، وأيضا من اللاعبين الحقيقة اللي أضافوا رصيد كبير للنادي العربي خلال مسيرته. وأكبر دليل على تكريم اليوم بتحقيق يعني ما يزيد أو ما يفوق 100 هدف. أنا أعتقد هذا رقم يعني ليس من السهولة يحققه أي لاعب. أتمنى له التوفيق، وأعتقد أنتم يعني ما قصرتوا كعرباوية اللي يعني احتفلتوا في ديوان الملا. والله أنا سعيد جدا أني أكون مع مجموعة طيبة من الأخوة العرباوية وغير النادي العربي أيضا بتكريم لاعب مميز يحمل أخلاق راقية داخل وخارج الملعب، اللاعب فراس الخطيب. وفراس ركن أساسي بالنادي العربي، وكل ما يحسب إنجاز لفريق كرة القدم بالسنوات الأخيرة إذن اسم فراس لازم يكون موجود. وكل الشكر لتي في عرباوي وعلى مبادراتهم هذه الكثيرة اللي يعملونها دائما وأبدا، وأتمنى بقية الأندية تقتدي بما يعمله الأخوة الأفاضل، مجموعة من المتطوعين. وأقول الله يوفق الهداف التاريخي للنادي العربي، وأقول وأسفة على طرد هالمجموعة هذه الطيبة من النادي العربي الرياضي. الله يوفقكم وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء إذا احنا بنتكلم عن اللاعب الخلوق، اللاعب المعطاء، احنا نسميه اللاعب فراس الخطيب. فراس أول شيء من اللاعبين، أول شيء نتكلم عن أخلاقه العالية، ومن اللاعبين اللي عطوا حق النادي العربي بكل إخلاص بكل جد. يعني احنا ما كنا نعتبره محترف، كنا نعتبره كأنه ابن للنادي، واللي قدمه للنادي شيء يشكر عليه، ونقول يعطيك العافية لاعب فراس الخطيب، وما قصرت يا النادي، أمتعت الجمهور، أمتعت العرباوية كلهم على اللي قدمته للنادي العربي. وأنا أشكر اللاعب فراس، وأنا أعتقد الجماهير كلها تشكره على اللي قدمه بالنادي، لأن فراس من اللاعبين جدا مميزين أخلاقيا وبدنيا يعني. فما نقول له يعطيك العافية والله يوفقه إن شاء الله في حياته. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا شيء يسعدنا كلنا أن يكون فراس الخطيب أبو حمزة اللاعب الخلوق بهالمركز هذا. وأنا مساعد التكريم قاعد أقول له شوف، الواحد يوصل إلى شيء سهل، بس أنك تحافظ عليه أصعب يكون. فنتمنى أنه يزيد من أهدافه، ونتمنى يكون ويانا طبعا الموسم الجاي، وإن شاء الله راح يكون ويانا ويزيد من رصيد أهدافه، خليه يوصل لرقم أنه لو أحد ثاني بيفكر أنه يوصل له يكون صعب عليه. فراس ولدنا ويستاهل كل خير. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، ونقول ألف مبروك للكابتن فراس. هذا شيء صراحة تاريخي بالنسبة له هو كرقم شخصي، وأيضا بالنسبة للنادي العربي. يعني ما أعتقد في نادي كان محترف هو الهداف التاريخي له إلا النادي العربي. يعني هذا ما يدل على تقديم فراس العطاء الكبير مع النادي. كلمة شكر كبيرة لعرباوي تي في وموقع الجمهور العرباوي، صراحة دائما متواجدين في أي حدث، في أي مناسبة تحصل دائما نلقاهم سباقين بسم الله ما شاء الله عليهم.
فقواكم الله والله يعطيكم الف عافيه، والكابتن فراس يستاهل، ونقول له الف مبروك ومن هلا للاعلى ان شاء الله، سواء تستمر مع النادي العربي ولا راح اي فريق ثاني، فالله يوفقه في حياته الشخصيه او العمليه كلاعب، والله يوفق النادي العربي لما في المصلحه العامه للرياضه الكويتيه. للامانه نشكر فريق عرباوي تي في على هذه البادره، وهذه مو غريبه عليهم، مو اول تكريم يقومون فيه للعرباويه والمخلصين من العرباويين. اما بالنسبه للاعب المكرم الكابتن فراس الخطيب، غني عن التعريف، كابتن فراس يستاهل التكريم. كابتن فراس من المحترفين اللي دشوا قلوب الجماهير العرباويه، عطوا باخلاص لهذا الفريق. انا ما اعتبره محترف، اعتبره ابن النادي العربي. الله يوفقه وين ما يكون، سواء كان معانا الموسم الجاي او كان بعيد عن الفريق. يستاهل ابو حمزه ان نقول له بالتوفيق وين ما تكون. ونشكر مره ثانيه فريق عرباوي تي في على هذه البادره.